بص، هو بطبيعه الحال 70% مننا لما بينزل القاهره علشان يتفسح بيزور الاهرامات وممكن حديقه الحيوان والقلعه، وبعد كده يروح ياكل عند صبحي كابر. وده موضوع حلقه النهارده، صبحي كابر ومحلات صبحي كابر، الموضوع اللي قلب السوشيال ميديا وكل الناس بتتكلم عنه. والموضوع بدا باشاعه ان محلات صبحي كابر اتقفلت، وبقول لك اشاعه لان اللحظه اللي بصور فيها الفيديو دلوقتي المحلات مفتوحه ومفيش اي حاجه من الكلام ده. صبحي كابر بنفسه طلع وعمل فيديو وقال انه اتنصب عليه والمطعم بتاعه اتسرق، وقال كمان ان انا شغال في المطعم بتاعي زي الكومبارس، وكل اللي شغالين في المطعم ما بقوش يحترموني لانهم عارفين اني بقيت كومبارس. وكمان مطاعم صبحي كابر ما بقتش تاخد اللحمه من محلات الجزاره الخاصه بيه ولا الخضار من المزارع بتاعته، ده على كلام صبحي كابر نفسه. الغريب بقى في الموضوع انه طلع على موقع من المواقع بعد الفيديوهات اللي عملها دي وكلامه كان مختلف الى حد ما. السؤال اللي بيدور في دماغي انا شخصيا، هل الموضوع ده حقيقي ولا ترند الغرض منه الشهره؟ بس لو الغرض منه الشهره، صبحي كابر ومحلات صبحي كابر مش محتاجه شهره، معروفه جدا في مصر. عامه كل ده نعرفه في الفيديوهات اللي جايه. لو كان الموضوع حقيقي او هو اشاعه الغرض منها شهره المحل اكتر واكتر. ما تنساش اللايك والاشتراك واستناني الفيديو الجاي.